كياكل 10 دراهم في النهار، والاثمنه ديال العلف طالعه بزاف. بالنسبه لهذا القرار ديال منع ذبح الاناث راه قرار جد رائع. التاثير ديالو ان شاء الله غادي يكون ايجابي. خصنا نعطيو القطيع واحد التنفس، واحد البرهه ديال الراحه باش نعاودوا نجدوا القطيع ويكون هناك الحمد لله وفره السنوات المقبله ان شاء الله. المعرض الدولي للفلاحة بمكناس رجع من جديد، ولكن هذه السنة جا وسط أجواء مختلفة. بعد قرار إلغاء عيد الأضحى ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز، السوق الفلاحية تبدلات. في هذا الروبورتاج غادي نقربكم من الحدث ونشوفوا مع المهنيين شنو تبدل وشنو كيتوقعوا الأيام الجاية. المنطقة معروفة بني مسكين بالنوع السردي. عرفنا القرار ديال إلغاء العيد، تقبلناه بكل فرحة، متقبلين أي حاجة. حنا مع وطننا مع مالكنا الحمد لله، كنفتخروا بأننا مغاربة، كنفتخروا بمالكنا، الله ينصروا لينا، الله يحفظه، الله يشافيه. التأثير ديالو إن شاء الله غادي يكون إيجابي، مع ما غاديش تبقى تذبح الحولية وما تبقاش تذبح سميتو، غادي توجد النعجة، غادي يوجد الخروف، غيكون يوجد العيد بالسلامه ان شاء الله. العام اخر كل شيء غيكون مزيان ان شاء الله. مع تذكر القرار بان الحوليه كذا والعيد ما كاينش، الاثمنه عيبتها هبطات ومازال غتهبط، وهذا الشيء راه لصالح المواطنين. واخا الكسابه شويه كاين شويه ديال راه كاين شويه ماشي ما كاينش، الناس محنه ومعلفه وكذا، ولكن الحمد لله متقبلين اي حاجه. من بعد القرار الاثمنه ديال الاعلاف هبطات شويه، النخاله بعدا هبطات، الفصه هبطات بصراحه، ماشي الحمد لله امور غاديه مزيان، ونتمنوا الاحسن ان شاء الله. مثلا هذه شحال الثمن ديالها؟ والثمن ما بقاتش، الثمن كيتراوح ما بين 6000 حتى ل 10000 درهم الا كانت والده. عين المريجه ولاد سيدي علي، اقليم جراده، مربين الاغنام والماعز، كاسبين هذه العاده على الوالدين من جد لجد. مناطق الظهره هو النجود العليا، هذه المعزه الغزاليه، هذه راها سموها الغزاليه، كترتع في المناطق ديال الغزال، من كان الغزال بكري، هذه شاده في المناطق ديال الغزال، اصلها من الغزال. الحمد لله قرار ديال سيدنا، مرحبا، حنا مع القرار ديال سيدنا ونتمناو خير ان شاء الله. كاينه شي حوايج ما عاجباش في السوق وكذا شي، ولكن الحمد لله كنتمناو خير من الله ان شاء الله. السومه ما كانش والحوايج جايه غاليه، السومه طالعه في الاول كاع، ماشي من بدايه غير في مثلا مما قالوا عيد الاضحى ما كانش، ولا الثمن كان في الاول قبل سنه والثمن كاين، وجات هاد الوقيته هذه الحمد لله، ونتمناو خير من الله ان شاء الله. هذا كياكل 10 دراهم في النهار، والاثمنه ديال العلف طالعه بزاف. اول حاجه راه كان واحد الثمن خيالي في 2003 2002 2003، من 2004 لياه شويه، من 2004 لياه تحسن شويه العلف، ولكن اليوم من السوق هو ميت، وراكي تشوفي هاد الحوايج كرا دايره. المهم كل واحد راه حاس بها. الزرع باش ما راه غالي، الزرع راه كيما يجي ديال الدعم، ديك البركه اللي كتجي من الوقت للوقت 160 درهم، ومن نمشيو للسوق نشروه 220 240 230، الخنشه 80 كيلو. سلالة البرشا جينا يعني كنشاركوا في هذا المعرض اللي هو معرض دولي للفلاحة بمكناس، يعني للمرة السابعة عشرة دي وحنا كنشاركوا. تبارك الله الخير موجود مقارنة مع السنوات السابقة. وبالنسبة لسلالة البرشا راه معروفة على الصعيد الوطني، هي سلالة محلية كتاكل كلشي، كتاكل الزقمونه ديال اركان، وكتاكل هذيك القشره ديال اركان، هذاك باش ديال اليك اللي كنقولوا ليه. ايوا وبالنسبه لاعلاف اخرى بحال سميتو بحال الزرع وبحال الذره وكلشي، وكتميز بواحد يعني بواحد الجوده ديال اللحم ديالها على الصعيد الوطني.
كتقام تقريبا 120 درهم حتى 130 درهم الكيلو، على حساب كتكون فيها 15 كيلو 20 كيلو حتى 40 كيلو. المعزي راه معروف ومطلوب على الصعيد الوطني، سواء كان العيد ولا ما كانش، راه دائما غيبقى في الثمن ديالو عادي جدا. بالنسبه لهذا القرار ديال منع ذبح الاناث راه قرار جد رائع، كنرحبوا به وكنتمناو يكون مستمر على طول يعني السنين، حيت كنشوفوا هذا الخير دابا راه كاين ضطر، راه الا ما حافظناش على هذه السلالات راه ما غاديش يكون عندنا في المستقبل. لان القطيع ديال الاغنام في تراجع، ما يمكنش ان تكون هناك واحد يعني تكون الشعيره ديال عيد الاضحى تمر في اجواء يعني جيده وبالحفاظ على القطيع. يعني السلطات العليا على راسهم صاحب الملك محمد السيد نصر الله اتخذ القرار اللي هو قرار صائب وفي مصلحه القطاع وفي مصلحه الفلاحه في المغرب. لكن كل سنه كتعرض للذبح اكثر من 5 أو 6 مليون ديال رؤوس الاغنام او الماعز وما شابهها في عيد الاضحى. هذه الكميه الان ما متوفراش، وخصنا نعطيو للقطيع واحد التنفس، واحد البرهه ديال الراحه باش نعاودوا نجدوا القطيع ويكون هناك الحمد لله وفره السنوات المقبله ان شاء الله.